تونا خالصين من السيرفس حق الدباب زي ما وعدتكم. بعد يومين سوينا له سيرفس كامل ما شاء الله تبارك الله. غيرنا لفة، غيرنا البوجة، غيرنا الزيت، فلتر الزيت، فلتر الهواء، شحمنا الجنزير، ركبنا له الحديدة هذه غيرناها، زبطنا فيه أغلب الدنيا. الفيابر كانت نقصتها بلوط، غيرنا بلوطة كاملة، حطينا بلوط وكالة. يعني زبطنا أغلب الأشياء. زيوت البريكات غيرناها، الفحمات غيرناها، غيرنا أشياء فيها كثير. يعني الدبابة الآن من ناحية سيرفس ما شاء الله تبارك الله الآن ناقصة بس يكون نضيف زيادة عن اللزوم. بندخله تلميع إن شاء الله. يومين ما سمعت نغمته، ندقها. بسم الله. الآن قاعدين يرتبون مكان الدعامية لأن الوكالة ما تركب. إن شاء الله يركب الحين. ये तो सीधा आ गया। अभी इसका इशू है, गर्म होकर सीधा होना है। गर्म होगा उसके बाद सीधा होगा। ما أدري مركب قبل طريقة غلط زي ما تشوفون. وين دعاميته اختفت، لكن لو تشوفون دعاميته السنن كانت مايلة، هي المفروض تجي سنن، عشان كذا هم يرتبونها. الآن أنا معطيهم الصلاحية لكن هم مستحيل يسوونها لأن في احتمالية أن هذه تنكسر. لكن إن شاء الله ما في إلا كل خير إن شاء الله. ما شاء الله بتزبط الأمور طيبة. أيوه شوي تكفى لا تنكسر. يميلها على الخفيف. أيوه بس هذه باقي الثانية إن شاء الله ما تنكسر. هذا قاسي، ذا اللي بكسره واضح. شوي تكفى. شوي وصل الموتر، وصل نركب دعمي إن شاء الله ونحمله. هذا المنظر الحضاري صدق بلا شوية تنظيف بس، ولا هي نظيفة. هذه حقة الوكالة ركبت. يا زين الشيء اللي رجعتها لأصلها الحقيقي. اي والله أنا بس ناقص كذا شيء بسيط. يعني أبو حمد الله يهديه ذاك اليوم ركب ودعس على هذه وانشقت. ما أدري هي تتخيط ولا بدلها بجديدة ولا يبيعون ذي الحالة، ما أدري والله. لكن الحمد لله من ناحية سيرفس كل شيء خلصي. دبابة الآن ما شاء الله دق سلف ومش. بدي في التنميع فيه كذا شيء بس يبي له ترتيب وإن شاء الله يصير وقفة ممتازة. اللمبة لحد الآن محتار أركبها ولا لا. تونا دافعين الفاتورة حق الأغراض اللي سويناها بالدباب. الحمد لله الله يطرح فيه البركة. انصلخنا شوي لكن ما عليه. أهم شيء إنه سوينا له سيرفس كامل ورتبناه بإذن الله. الآن بيطلع من نماها بيروح للتلميع وبتشوفونه دباب ثاني. الآن متكامل مو ناقص فيه إلا اللمبة الثانية فقط لا غير. دعامية وكالة قيل تغير شكليا الحمد لله 100 على 100. والماكينة هم 100 على 100. رتبنا بس ناقصة كم لمعة بإذن الله تستمتعون. قلنا محل التلميع خلاص بنحط الدباب عندهم، بوصيهم يحطون عليه عازل ويلمعونه. ان شاء الله تزبط اموره. ابو سعد يا ابو سعد تعبناك معنا يا ابو سعد. لا بقلبك ابدا، تعبك راحه طال عمرك يا بعد روح. الله يبارك فيك. شلونك؟ والله طيب الله فرقنا ذا المشروع. اي والله. لكن جمعنا ذا الشيخ. لا جهز لك بانشو لازم نطلع مع بعض باذن الله ضروري. جاهزين البنشيات ان شاء الله ذي اليومين ان شاء الله. هذا واعد ترى منك باذن الله، عاد خليه يبرد الجو. نزلنا الدباب من السيارة وحطيناه في محل التلميع. اللي بوصيهم عليه من تعليقاتكم اللي قريتها انه يتلمع الدباب عند خبير واحد يفهم التلميع البلاستيك لانه مختلف تماما عن الحديد. ثاني نقطة يركب عليه عازل. ثالث نقطة انه بس ما يكون التلميع خارجي حتى داخلي، يعني باختصار يكون مظهر. فان شاء الله بوصيهم بالاشياء اللي قلتوا لي عليها، واذا في اشياء زايدة اوصيهم فيها اعطوني خبر. هذا ما شاء الله انت موجود ياماها؟ إيه. كم سي سي هذا؟ هذا 250. لا هذا 700. هذا 700. ايه يا حبيبي خلص وصيت مع التلميع باذن الله على كلام راعي المحل. بيركب فيه نانو سيراميك زين
العازل بيطول، فما لقيت خيار افضل الصراحة. فبنركب عليه نانو وبنلمعه من ناحية داخلية وخارجية، بيكون مظهره حلو وجميل. فيبي له 2 إلى 3 أيام إن شاء الله. مشكلة العازل إنه يطول، يبي له 10 أيام الدباب في المكان، والصيف قرب خلاص، فأبي أتهنى فيه أسبوع أسبوعين بعدها أوقفه لين الشتاء. والله اللمبة ودي أركبها بس ما أدري، أحس شكله كذا كويس مع أن القطعة موجودة وكل شيء موجود، أقدر أركبها في أي وقت. بجرب إن شاء الله، بس خلوه يطلع من التلميع زين، بس ناقصة قطعة واحدة. أول ما أستلمها أركب اللمبة. جبتي معها بالتلفيق، أقدر أخيطها لكن شكلي شوف خفيفة فتغير لجديدة. لقيت دباب الموديل هذا وبذا السعر، أعرف أن الدباب ذا خلاص شوي وينفجر، لكن ما هو نصيب يعني. الأسعار هذه تلقاها في موديل 2009 8، ولا وبعد مو ذاك النظافة يعني. كانت خطتي قبل هذا سيارة، لكن ما لقيت الشيء اللي يجوز لي الصراحة، فقررت أخذ هذا الشيء زين، أتهنى فيه أستانس فيه فترة، وبإذن الله بتشوفون المفاجأة بعدين مبهين. هذا يبرمجونه ويحطون عليه كمبيوتر وفلتر رياضي وحتى التيربو يركب عليه. ففي بعض الدبابات ترمي، لكن هذا الدباب اللي عندي وكالة، فمو طابق عليه إلا هدرس، عشان كذا تلقاه بس يتفتف ما يرمي. شوف أنا ما قلت لك سوي شيء، الموضوع بيدك. ابشر والله بالسعد. ايه. الشيء اللي بيصدمك وبيصدم متابعينك الصراحة، بتشوف شيء عند متابعينك ايه مختلف تماما. توريهم اياها الان قبل ايه، وخلهم يشوفونه بعد، بس مهني 2 يومين بتشوف شيء مختلف جد. أنا الآن بصور سكرول كاميرا، ببين وش العيوب اللي فيه، فهمت؟ وبجي بعد التلميع. يا سلام. أوكي؟ بس كلامك صحيح، ليتك مكلمني والله. اي والله، لأن هذا الدباب يعني الهدام اللي غير مرغوب فيه ما تنزل قيمته عن 10. الأسبوع الجاي والله ما أدري، بس الله يوفقكم في اختباراتكم، الله يوفقكم. تراني مثلكم والله مثلي مثلكم. حتى أنا والله عندي اختبارات، والله العظيم العظيم عندي اختبارات والله. لا والله أن عندي اختبارات، والله أن عندي اختبارات، ويوم الأربعاء عندي اختبار، أقسم بالله. وأظن آخر يوم يوم الأربعاء بإذن الله خلاص أخلص اختباراتي وأنا طيبة. من اليوم قاعد يطالع مقاطع باكستان. هذا سعودي يروح هناك؟ ايه سعودي يروح باكستان والله؟ يروح كشمير. سنتم انا بيت والله؟ ايه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أنا أروح سوا أنت خلاص. اوكي والله خلاص هناك أنا ما في أحجز فندق. ما انا خلاص. موجود بيت وكل شيء موجود، سوا سيارة. سوا انت خلاص. يلا. سوا انت. ان شاء الله تبارك الله. اي والله في باكستان رايح. جو باكستان ان شاء الله تبارك الله. لا لازم نروح سوا والله، لازم.